سمعت قبل كده عن مصطلح لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. تحب تاخد سمكة ولا تتعلم كيف تصطاد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة أنا هعلمك حرفة من أو يعني تركاية من الحاجات اللي أنا بعملها بحيث إن أنا أطور نفسي وأواكب الركب التكنولوجي. دلوقتي وانا ماسك مثلا الموبايل بتاعي بقلب زي ما كلنا بنقلب على الفيسبوك، على اليوتيوب، على غيره. دايما في حاجة مهمة بخلي بالي منها وانا بقلب. ايه هي؟ لما بشوف حاجة معينة مطروحة على الانترنت دايما بتساءل ايه وجه الاستفادة من نشر الحاجة دي. الشخص اللي ظهر لي الإعلان ده اللي بيعلن عن الحاجة بتاعته دي، هل هو مثلا بيعلن عن كاميرا مثلا معينة فأنا محتاج أشتري الكاميرا دي؟ يبقى ده واحد بائع عليه كاميرات وأنا بستفيد، يعني هو بيستهدفني أو بيعرض عليا الإعلان عشان أنا أشتري الكاميرا وهو يكسب من وراها فلوس. لو مثلا حد بيقدم لي محتوى معين، عايز أعرف إيه وجه الاستفادة اللي بيقدمها الشخص ده. ولنفترض مثلا كيمياء عمل محاضرات وعمل فيديوهات عن الفريلانس، تمام؟ فهو موفر لك محتوى مجاني، المحتوى ده يتخلله إعلانات. يبقى كيمياء بيكسب من الإعلانات اللي موجودة في الفيديوز. بجانب بقى إيه، مش هنخش في نية كيمياء، ممكن هو يكون في نيته إن هو حابب يعمل الخير وينشر العلم والكلام ده كله، وبجانب النية الجميلة دي في النية بتاعت إن هو يعني يتربح من عمل الفيديوهات دي. ممكن كيمياء يكون بيفتح المجال لناس أكتر تتابعه، ففي منهم ناس تطلب منه ان هم يعملوا له او يوفر ان هو يوفر لهم كورس في مجال الفريلانس، فيخصص وقت من وقته فيحصل على عمل من خلال ان هو يدرس للناس الفريلانس. وغيره من الحاجات، واحد مثلا تيك توكر، واحد يوتيوبر بيعمل مثلا فلوجز، واحد بيعمل ديزاينات وبينزل الديزاينات وهكذا. فدايما لما نيجي نبص على المحتوى اللي قدامنا على السوشيال ميديا نحاول نركز ما وراء الكواليس. يا ترى الشخص ده بيكسب ازاي؟ موقع تشات جي بي تي كلنا عارفينه، يا ترى ايه الربحية اللي جاية من الموقع ده؟ عرفنا مؤخرا ان مايكروسوفت استثمرت في الموقع ده او في المنصة دي اكتر من مليار دولار، فده وجه من اوجه المكاسب. ممكن يكون مش هيكسب منك انت بالتحديد، لكن هو بيكسب من الاستثمارات اللي بتجيله. بعد كده ممكن تشات جي بي تي، وده الاحتمال الكبير اللي هو يحصل، انه يكون بفلوس وباشتراك شهري، يكون في منه نسخة مجانية وفي منه نسخة بفلوس، زي موقع كانفا اللي انا بحبه جدا جدا. موقع كانفا تخش عليه تلاقيه ببلاش، لكن في نسخة تاني بفلوس. تلاقي واحد داخل على موقع كانفا يقول لك انا ما اشتريش اصلا، مش هدفع فلوس في اشتراكات ابدا. هوبا يعمل ديزاين في التاني في التالت يكسب من وراهم فلوس والدنيا تحلو معاه. يقول لك طب ما انا اشترك في الموقع بتاع كانفا الاشتراك اللي هو البرو عشان خاطر استفيد بمزايا افضل، فاطور من المحتوى اللي انا ببيعه. فكده كانفا كسب فلوس وبيحقق ملايين. قيس على ده كمية الملايين المشتركة في كانفا وغيره. فلما نيجي نبص على ما وراء ايه الهدف مثلا، لو الهدف ربحي مش عيب، والله ما عيب ان كيميا يعمل محتوى يتربح منه طالما بيفيد غيره، طالما مش بيضيع وقت الناس التانية، طالما مش بيخدع الناس بحاجة. وبرضه مش عيب انك انت تنشر شغلك على الانترنت عشان خاطر حد يشتري. ده انت ممكن تكون بتعمل واجب في الناس اللي بتشوف اللي انت بتستهدفها بالاعلانات بتاعتك دي، عشان هم بجد كانوا محتاجين حد يعمل لهم مثلا سي في، وانت محترف ازاي تعمل سي في بشكل احترافي، فهم محتاجينك. بس ما جيتش قدامهم، فانت باستهدافك ليهم انت كسبت عملاء وهم كسبوا حد يعمل لهم الخدمة اللي هم بجد محتاجينها عشان يعرفوا يحصلوا على وظيفة أحلامهم مثلا. ده مجرد مثال. فأنا هنا
بعلمك ازاي، او بعرفك، بلاش اعلمك، بعلمك ازاي كيف تصطاد. حاول دايما، انا بديك امثلة عامة جدا، لكن قيس على ده كل حاجة هتشوفها على الانترنت. حاول دايما تبص ما وراء الحاجات دي، مش عشان خاطر ايه تحط مناخيرك في اللي مالكش فيه، واللي هو ده يوتيوبر كبير وبيكسب فلوس كتير، او ده بيعمل كورسات وبيكسب منها قد كده. لا، عشان تتعلم انت ازاي تبدأ انك انت تستغل السوشيال ميديا في النفع المادي ليك. ليه النفع المادي؟ هو احنا ماديين قوي كده؟ لا يا حبيبي، مش ماديين ولا حاجة. والزهد، الناس بتتكلم في حتة الزهد، اللي هو ايه الزهد؟ انك انت يعني تعيش على الكفاف زي ما بيقولوا كده. لا، الزهد انك انت يكون معاك فلوس كتير، بس انت قررت ما تشتريش. قررت انك انت ما تقعدش تترفه بكل الفلوس اللي معاك، ممكن تكون بتتصدق. الفكرة كلها في حتة إن إحنا دلوقتي في زمن فيه تحديات كتير، وكل واحد فينا محتاج يخلي عينيه وسط راسه عشان خاطر يعرف يعني يواكب التقدم اللي حاصل. وكنت اتكلمت في الحلقة بتاعت أحمد أبو زيد، البودكاست، على حتة إنك أنت مهم جدا في العالم المتغير اللي إحنا فيه ده يكون عندك مهارة واثنين وثلاثة وأربعة. فمن ضمن الحاجات اللي أنا بنصحك بيها، أنت غصب عنك بقى ايه، او يعني مش قادر تمسك نفسك من مشاهدة، من تصفح مواقع السوشيال ميديا، حاول تستغلها تكون مصنع للأفكار. مش بقول لك انت خش على السوشيال ميديا وشوف الناس بتعمل ايه وروح قلدهم، ما تسيبش المجال بتاعك طالما المجال بتاعك انت محترف فيه، انت حد اكسبرت فيه. بس انا بقول لك شوف طرقهم، شوف هم بيعملوا ايه، شوف بيوصلوا للعملاء ازاي عن طريق الاعلانات اللي بيعملوها، او عن طريق الدعاية العامة اللي بيعملوها. شوف هم بيعملوا ده ازاي، وانت حاول تستلهم الافكار بحيث انك انت تعرف تعمل دعاية لنفسك، لخدماتك، لوظيفتك، لمنتجاتك، ايا كان. انت ممكن، انا في حاجات كتير جدا دخلت لي ارباح من مجرد مشاهدة يا ترى الناس دي بتعمل الموضوع ده ازاي ومعرفش ايه. اقول لك على حاجة، اديك مثال قريب جدا جدا جدا. طبعا الناس منكم عارفة ان انا بقالي سنتين داخل في مجال تصوير المنتجات. فانا كل اعتقادي، او كان كل اعتقادي، ان انا هستنى العميل يجي لي على فايفر او على مواقع الفريلانس بشكل عام، ويقول لي ايه، انا معايا منتج انا محتاجك تصوره، فاتفق معاه واروح استقبل المنتج وكده. لقيت على الجروب، لقيت بالصدفة كده ايه بقلب، لقيت في اعلان ظهر لي. الاعلان بيقول ايه، احنا ممكن نعمل لك برودكت فيديو ب$1000 وبتاع ومعرفش ايه. فقلت طب طالما حد استهدفني في اعلان زي كده، طب ما انا كمان بما ان دي شغلانتي اصلا استهدف الناس. فبدأت ان انا ابعت ايميلات للسيلرز اللي بيبيعوا المنتجات بتاعتهم على امازون، واقول له بص، انا المنتج بتاعك شفته على امازون وعجبني جدا، فممكن تبعت لي المنتج واصوره لك تصوير احترافي. انا في العادي بعمل المنتج ب$200، الفيديو ب$200، لكن عشان انا كلمتك وعشان أنا المنتج بتاعك عجبني هعمله لك ب100 بس. فانا حصلت على المنتج بشكل مجاني، وكمان خدت $100 او 50 ايا كان الاتفاق اللي ما بينه وما بينه. والفكرة جاتني منين؟ من اعلان حد استهدفني بيه. فده اللي انا عايزك تعمله، عينيك وسط راسك، انت ماسك التليفون يا حبيبي وبتتفرج بقى على ريلز، على بوستات، في اعلان ظهر لك في حاجة كذا في كذا، ماشي اوكي، بس شوف ما وراء الاعلان ده، شوف الراجل ده بيكسب ازاي. يمكن انت كمان تعرف تقلده، مش في المنتجات او الخدمات اللي بيبيعها، في طريقة بيعه، في طريقة تسويقه لنفسه، بحيث انك تستفيد، وبحيث انك انت تعرف تشتغل وتنافس في العالم المتغير اللي احنا فيه ده. لقيت واحد ناجح، ابدأ شوف، عمل فلوج بيتكلم فيه عن يومياته. قال لك ايه؟ قال لك انا مهتم جدا مثلا بالساعة البيولوجية بتاعتي، انا بنام بالليل واصحى الفجر. حلو، طب دي ممكن تكون عامل من عوامل النجاح بتاعته. ابدأ قلده في الحتة دي، في انك انت
تنام بالليل مثلا من بعد العشاء وتصحى مع الفجر تصلي الفجر وتبدأ يومك. لقيت واحد مثلا ايه بيقول لك انا ما ينفعش اتخلى عن التمارين، العقل السليم في الجسم السليم، طيب يبقى كده ده ممكن يكون عامل من عوامل النجاح بتاعته، قلده في الحتة دي وهكذا. شوف دايما حاول تدور على الساينز، العلامات اللي موجودة قدامك على السوشيال ميديا بحيث انك انت تطور من نفسك فيها. اوكي، فمثال من الامثله الفيديو ده كيميا عامله، ممكن يكون بينصح بيه الناس وبيعلم الناس كذا وكذا وكذا وكذا، بس مش يمكن كيميا اصلا عامل الموضوع ده عشان خاطر هو بقاله كتير ما نزلش على اليوتيوب ومحتاج القناة تنشط تاني ويبدأ ان ينزل عليها محتوى، خصوصا ان هو ايه لسه مؤخرا عامل منصة فريلانس ومحتاج يعمل لها دعاية وكده يعني، فممكن، ليه لا. انا بقول لك بكل صراحه، انا مش هخبي عليك حاجه. فدايما حاول ان، ويا عم حط نيتك انك انت بتعمل الحاجه دي، موضوع النيه ده موضوع في غايه الاهميه. تمام، يعني انوي لله عز وجل انك انت بتعمل الحاجه دي ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله ازاي؟ في انك انت تعول نفسك وتعول اسرتك، وانك انت تكون مؤمن قوي مش مؤمن ضعيف ماديا، وكذا وكذا والحاجات دي كلها. اخلص النية بجانب النية التانية بتاعت التربح. ايه المشكلة؟ بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبك انا بقول لك دوس لايك، عشان اللايك هينفعنا زي ما ايه لو انت استنفعت مني بأي حاجة في الفيديو ده. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.